أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية، فقرتنا الخاصة بالأمراض الجلدية وأهم طرق العلاج والوقاية. النهاردة الحديث عن العناية بالشعر وأهم المشكلات ربما اللي بتعاني منها المرأة. أحدث النصائح، أحدث الطرق العلاجية، تعالوا نعرف كل التفاصيل من خلال ضيفنا الكريم أستاذ دكتور عاصم فرج، أستاذ الأمراض الجلدية. الله السلامة يا دكتور. الله يسلمك. كنت في امريكا. مؤتمر علمي. اللي هو الامريكان اكاديمي. ده اعلى مستوى مؤتمر طبعا في العالم. أنت راجع أكيد بمعلومات بقى كتير يا دكتور ما وأبحاث هو انا قلت انظمها هنا عشان الساده المشاهدين يعني يرتاحوا معانا كده حطينا واحده في واحده. الصورة في آخر جديد بقى تم الكلام فيه. الحاجات العمليه، فانا قلت احولهم لكلام يتفهم يتسمع، وقلت اقسمهم على 3 4 حلقات كده هيبقوا مبسوطين يا ريت جدا. يا ريت. اول حاجه ضروري نتكلم عليها، اخدت زي ما بيقولوا نصيب الاسد. ايه هي دي؟ الشعر. الاهتمام بيها عالي قوي، عالي جدا. كم الاكتشافات، حاجات دقيقه حابه اقولها لهم، لكن الاهتمام بعلاج الشعر. احنا مثلا كان عندنا حاجه مشهوره قوي اسمها البلازما. البلازما دي احنا شغالين بيها. شوف ازاي عملوا ايه يا شام. قالوا لك تستخدم مره في الشهر، مره كمان في الشهر. لقيت الشعر كده بيزيد. نط خليها مره كل 4 شهور، نط خليها كمان كل 4 شهور، الدنيا هتتغير تمام. الدقه في توقيتات. توقيت. ليه بقى؟ دي انت بتاخد اكسبيرينس بتاعت العالم كلها. ده يقول انا بعمل كده، ده انا بعمل كده، بتاع كده بعمل كده. هل هي بس هم في دقه طبعا، حاجات كده دمها تقيل سنه. يقول لك دي FDA ابروفد ولا لا. دي يقول لك دي متوافق عليها في كذا وكذا وكذا، بس الباقي ده انت تكمل عليه. يعني الموافقات دي مهمه. فاحنا نمره 1 الشعر اللي هو بيتساقط، والشعر اللي بتاع الستات اللي هنقسمه ده لكذا نوع مهم. اكتر من كده الجميل في الحاجات التانية دي انت هتستغربها برضو. الثعلبة لقوا لها سيزونال فاريشن. يعني ايه؟ انا عيان اهو رايح للدكتور، انا عندي ثعلبة، يتأكد انها طلعت لي ما بين الصيف والشتاء اكتر. فعملوا ايه بقى ما شاء الله يعني الله مخهم نضيف. الراجل قال لك هشتغل على مضادات الهستامين بتاع راس رخيصه رخص، حدها له قبل الموسم اللي بتطلع له فيها. شوف ايه، اختفت كإجراء وقائي. ما هو اكتشفوها منين دي؟ من السيزونال فاريشن، اختلاف باختلاف الفصول. انا يعني لما يكون في كده زي كده تجمع، الواحد بيقول خبرته ويسمع خبرة الناس كلها، فتبتدي الدنيا تتحسن اكتر واكتر. اللي ابتدى اللي انا قلتها برضو قبل كده، لكن تأكدنا من اهميتها. المينوكسيديل اللي كان بيتبخ ده، هو لغايه دلوقتي بيتبخ ويترش، بقى في منه قراص. قال لك تدوها لمين؟ ودي مهمه قوي للي مش عارفه ترش ليه. بتعمل شعرها كل يوم وبتاع، رايحه فين، رايحه كذا. بتقعد تقول كام رشه والصبح ولا وبالليل صح. فقال لك ادينا من الاخر. فعملوا لها اقراص، اقراص صغننه، يعني حاجه اسمها ربع ملي جرام، يعني 5 عشان ما تضايقهاش. وبقت سهله الدنيا قوي. بيفكروا في العيان ونفكر مع بعض ايه اللي ممكن يتعمل ويتعمل. ده انا هقعد يعني بقول لكم هنملى لنا 3 حلقات علشان الحاجات الجديده. برضو عارف يا هشام، في فكر ابتدى يهتموا بيه، حاجه عندنا اسمها الدرموسكوب. دي فحص عدسات فحص الشعر. العدسات بتاعت فحص الشعر دي ما شاء الله اسمها الديرموسكوب والترايكوسكوب. دي بقت في جزء من الدقيقة تعرف المرض ايه بتاع الشعر. سبحان الله. بقول لك ما شاء الله الاعجاز العلمي ابتدى يتطور جامد قوي قوي. بتقوم حاطط كده لاقط الديرموسكوب والترايكوسكوب، بتلاقي طق على طول. ايه دي يا عم؟ دي ثعلبه. وشوف العبقريه والحته اللي جايه ده هتطبخ. محتاج علاج ولا لا؟ هي في ممكن ما عالجهاش؟ خفت، وهي بتخف احنا ما كناش نعرف. يعني احنا شايفينها
فنيجي يقول لك الثعلبه دي بنحط الديرموسكوب او الترايكوسكوب، يقولوا ستيل اكتف، كمل العلاج. لسه نشطه. لسه نشطه. شوف ازاي التانيه دي ما بقتش نشطه، خلاص وقف، خفت. يعني ان انا احدد هعمل ايه للعيان دي في يعني انجاز ما بعده انجاز الصراحه. الحاجات دي يا دكتور جات لنا في مصر بقى ولا لسه هنستنى شويه؟ الديرموسكوب عندنا انما استخدامه بيتطور. يعني هو عندي انا مثلا بقاله نقول ايه 3 سنين، هو شوف سبحان الله يعني الاستخدام اللي اختلف. ابتدى ده احنا كده، ده احنا كده، ده احنا كده. وخصوصا في ناس ما شاء الله الطلاينه والبتاع بيشوفوا دي كتير. اصلها وفرت ايه؟ العينه اللي كنا بناخدها من الشعر وفرت بايوبسي، وفرت عينه الشعر. بقينا بنبص بنسبه 99% عرفنا التشخيص. فده لوحده انجاز. بقى يعد لك الشعر في ما فيش، يعني في ما فيش في بقول لك جزء من الدقيقه تعد ضربيه معينه. يا عم ده عنده عندها كذا شعرايه بتاع بيقع ما بيقعش كده. دي انجازات. اللي ألذ وألذ هتستغرب، مهتمين بتساقط شعر الراجل اكتر شويه، لانه زبون قال لك هو اللي بيصرف، فالزبون جاي يدفع يعني. فاهم قصدي؟ عشان كده فهو ميل باتن اللي هو ثعلبه الراجل بيدوها دلوقتي ادويه حديثه كتير، فيناسترايد و حاجات جديده انا بقول اساميها العلميه. فيناسترايد دي 1 مللي جرام، ما حدش انما كم الانجاز اللي حصل. احنا كل ده خد بالك في جزء من الشعر، جزء بسيط، ما حدش يتضايق مني. وكل حاجه من ديت بقت دقيقه. يعني هل ديت مصاحبه لكذا ودي مش مصاحبه لكذا؟ الدنيا نطت طب خلينا يا دكتور ناخد سلمى من الجيزه ونرجع نكمل كلامنا عشان الموضوع مشوق الحقيقه. طبعا. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله يا فندم، اهلا بيك. لو سمحت انا كنت عايزه اسال الدكتور بس حاجه. اتفضلي. لو سمحت يا دكتور. السلام عليكم. الله يسلمك يا سلمى. بقول لحضرتك ايه دلوقتي، انا عندي ظهر في الضفر في بقعه بيضه سودة، قصدي كده بني بالطول كده طويله فوق كده. في صبعك انهي واحد ضروري تقولي لي؟ اللي هو الوسطى. ايه الوسطى؟ ضوافر ايدين ولا رجلين؟ لا ضفر الايدين، وابتدى يظهر في الصبع الكبير الابهام ده لونه بني. خط كده. حاضر يا انا بنتي اسمها سلمى يا سلمى. ربنا يبارك فيها يا رب ونطمنك دلوقتي يا استاذ سلمى. حاله. اتفضل يا دكتور. بصي بقى، اي الوان في الضوافر لو مكمله، شوفوا حاجه سهله، لو مكمله في اللحمه اللي جنب الضافر تروحي للدكتور بتاعك ضروري. ليه؟ لا قدر الله بنخاف تبقى حاجه وحشه. لكن دي ساين نقولها تاني، لو هي نقطه بنيه اهي ومكمله سلمى للصابع بعديه، يعني اللي هنا اهو، لكن واقفه هنا وتتابعيها بتطلع ولا ما بتطلعش. يعني لو لقيتيها بعد شهر طالعه لفوق ما تهتميش. في ناس هي بتقول خطوط طوليه، ما انا عارف. في تلاقيها 1 2 3 لكن في ناس تركز شويه تلاقيها عماله تطلع، يعني عماله تطلع مش متصله باللحمه من تحت. هي شهر واحد تستناها هتطلع لها 3 4 مللي اللي هم بتوع كل شهر، وتقوم مش شايفه كده. لكن لو لقيتها لسه مرتبطه باللحمه الضفر يطلع وهي لسه مرتبطه باللحمه، لا، بحته الجلده اللي تحت ضروري تروح للدكتور. لانه غالبا هيعمل لها عينه اللي انا لسه كنت بقولها، وهيعمل لها الديربوسكوب اللي انا كنت بس في الوقت ده ما تاخدلهاش اي حاجه يعني؟ لا، ضروري فحص بدقه، ضروري اذا اتصلت باللحم. اذا انما بتتحرك لفوق خلاص ولا تفكري فيها ولا يعني. هي اصلا دي بتكون عباره عن ايه يا دكتور؟ ما انا بقول لك دي حاجه اسمها لينير سترايشن. بص يا هشام، لو هي النوع مش عايز اخوف الناس، النوع المتصله بالجلد تحتيها دي بتبقى يعني نوع من انواع البقع الصبغيه، خلينا نقولها بطريقه سهله يعني. البقع الصبغيه. انما لو الضافر عمال يطلع وهي بتطلع معاه
حاجات كتيره جدا تعملها. انت عارف فيهم ايه كمان؟ الناس اللي بتشرب سجاير كتير طبعا آه، آه، ايديهم تسود وساعات تخبط، انما كمان بتعمل لون برتقاني اكتر. مم. انما لو هي بني، شفت ازاي تفرق؟ وفي علاجات ادويه عندنا يعني انتي ملاريال وكده تعمل صبغه هنا، يعني تعمل صبغه ومشهورين جدا. مم. انما السجاير تجيب بقى صبغه هنا وهنا. ما بين مكان مسكة السيجارة. طبعا، ما لا، وسموكينج كله للضوافر كلها تغمق. مم. يعني ايجاد التشخيص التمام هو ده اهم حاجه. ودي علاجها تبطيل السجاير. يا صح ريت. كده؟ طبعا مفيش اسهل من كده. طب دكتور، خلينا نرجع مرة تانية حاضر. لمرجوعنا بقى ونشوف لا آخر الأبحاث اللي توصلتوا ليه. حاضر. كل اللي انا عمال اقوله ده كل انواع الشعر بقوا عرفوا كمان، وديت من المميزات. في عندنا انواع لتساقط الشعر، فيقول لك تساقط شعر تفاعلي. تفاعلي يعني ايه؟ يعني عندهم حاجه اسمها شيدنج. فانا بس انا بضايق الناس لانهم ضروري يحفظوا معايا. شيدنج يعني ايه؟ التساقط التفاعلي نتيجه سبب ايه؟ الادويه ممكن تعملها. ادويه الايزوتريتينوين اللي انا دايما اقول لهم عليها بتوقع الشعر. يبقى اول حاجه نرص الادويه اللي بناخدها كلها قدام الدكتور بتاعي، 1 2 3 4. ايه كمان؟ ودي حاجات كتيره قوي قوي. الصبغات وكتر استخدامها بيضعف الشعر. ايه كمان؟ لما هتقعد غير الكوي والحاجات دي والفير برضو بتوقع الشعر. يبقى نمره 1 كل ده تحت بند التفاعلي اللي ليه سبب. ليه اي تفاعلي، يبقى هناك سبب. الاقوى والاكثر والاكثر وضوحا الرجيم الغير مدروس. ودينا عمال اقولها لان اخواننا بتوع الدايت وكده كنترول، لا، الغير مدروس، وده مهم قوي قوي. بتلاقيهم ابتدى شعرهم يتعب، خصوصا في الحديد لما يقل. طبعا. فدي لازم تدرس بشكل كويس قبل ما الانسان يبدا. التحاليل بنعمل التحاليل الاتيه، ودي اصروا عليها الفيريتين. ويعملوا بقى بالمره دي جديده فيتامين دي. فيتامين دي، فيريتين، والهيموجلوبين، وبيشوفوا الثيرويد. الاهتمام بالطقم ده حلو ليه؟ بنلاقي حاجات ناقصه واحنا مش عارفين. الحاجات دي بتتعمل ليه اصلا يا دكتور؟ مجموعه التحاليل دي عشان تساقط الشعر التفاعلي. يبقى احنا هنقول تساقط شعر تفاعلي، استلموا معايا الطقم ده. الله، هو في تساقط شعر تاني 100%. تساقط شعر مورث، يعني هي ومامتها وكده. طب نعرف تفاصيله يا دكتور، بس معانا الاستاذ عبد المنعم. الو سمحت. اهلا بيك يا فندم، اتفضل. اهلا بيك. ممكن اسال الدكتور؟ تحت امرك. ابني عنده 7 سنين وعنده مشكله في التعرق، يعني ايده بتعرق قوي لدرجه ممكن لو مسك ورقات في ايده. تمام. حاضر يا فندم، هقول لسيادتك. هو عنده كام سنه؟ 7 يا دكتور. عنده 7 سنين. حاضر يا عم، هقول لك يا حبيبي. طيب معانا كمان استاذه فاطمه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. من فضلك، حفيدي عنده 9 سنين وعنده من الملاعب جاله سمكه في كف ايده. سمكه؟ وبيعالجوها بالتبريد. قصدك عين سمكه؟ نعم، عين سمكه يا فندم. حالا اهو. وفي كف ايده وتعباه هو من الملعب نفسه، هو بتاع الجمباز. يا حبيبي لا، اوعى هي ممكن تطلع قله. هشرح لحضرتك الفرق. هقول لك الفرق. هو بتاع جمباز انهي نوع كده ولا نعم، على كف ايده. حاضر، انا هشرح حاجه، هشرح لك. لا اصل هم يمكن في 6 اجهزه بيلعبوا عليها. ما هو ده اللي احنا عايزينه. حاجه فاطمه، هو بيلعب فين تحديدا؟ في زبيل لوجه، في رجله كمان. طيب عشان كده قالوا من الملعب. طيب لا حاضر، هنجاوبك حالا. اتفضل يا دكتور. هبتدي بيها عشان لان هم دول اللي فيه العقله وفي حاجات متوازيين حسب الحاجه اللي بيستخدم لها الجهاز اللي بيلعب عليه. بعد مده بتجيلهم هنا حته بنسميها مش اللي هي تلاقيها علية الجلد هنا، وده كتير قوي. فدي ضروري يطريها خالص وطول الوقت يطر فيها. كل الحاجات اللي هي كريمات جيل رابع بقى يا دكتور. اللي هي اللي احنا قلنا عليها مرطبه، والحاجات دي بس ما يقشرهاش
والنبي يا حاجه ما حدش يقعد يقشرها. يعني ايه يقشرها دي؟ اصل ساعات يقعدوا يقشروها بالموس الاطفال. اوعى تعمل كده. هو هيقعد كده ويدهن حاجه فيها ساليسيليك، هتلاقيها بقت 100%. كويس. دي حلوه خالص. اللي قبليهم كريمات ترطيب بس. كريمات، طب لا، وحاجه فيها يوريا. كريمات الترطيب ميزتها بتستقبل حاجات، ففي نوع من انواع الترطيب يعني في ماده اليوريا. اليوريا دي سهله، تقول له بس عايزه كريم ترطيب من يوريا، هيقعد يدهنها كده. وانت عارف بيعملوها ايه؟ بيدهنوها قبل ما ينزلوا على التمرين. هم اصلا بطبيعه الحال بيحطوا بودره. لما يهملوا في البودره دي تبتدي تحصل لهم كده. ده يحط قبل البودره بقى ولا ايه؟ قبل البودره عشان ما تتلزقش كده، تضايقوش. بص فاكر مره اللي انا ما قلت لك ان نمره 1 في العالم، ودي اكدوها السنه دي، في الاكزيما، على اللي هي بتعمل حساسيه في الايدين، هي المطاط بتاع الادويه الرياضيه. ايوه انا تذكرت الحلقه دي فعلا. فاكر ده المطاط يا هشام، ده على طول يعني مهم جدا. اللي شغال عليها كويس يبتدي يدهن. بقول لك يوريا نسبتها بتبقى معروفه. ده طول ما هو بيلعب، طول ده ضروري قبل وبعد يعني. طول ما هو طب وعين السمكه دي يا دكتور؟ هي مخمنه انها لو الدكتور قال لها يبقى كويس. العين السمكه ديت فيروس، فده ضروري يشتال. فهي معنى كلامها انها حصل محاولات شيلها. فخلينا الاول، حضرتك انا مستعد ابعت لنا على الصفحه هنا، صوريها كده وابعتيها لنا يا ريت. وانا هقول لك على طول، مش هتاخد مني حاجه باذن الله. طيب استاذ منام بقى ابنه ايده بتعرق ده منتشره جدا. ليه اليومين دول؟ حتى مش اليومين دول، بعد شويه يا عيني، مش لما يبتدوا يقدموا احنا لسه مش في الصيف، ما انا عارف، وده هي في الشتاء. انما لما بيقدموا في حاجه عسكريه بيرفضوه. يعني الكليات العسكريه بيرفضوهم لانهم بياخدوا غير لائق. ليه؟ لانها بتقع التمارين منه. دي واحد. لما يجي يشتغل يجاوب على التحريري بقى وهم صغيرين كده في النظري، تشوف المنظر تلاقي الورقه غلقت ميه، ساحت خالص، والحبر وبتاع، ما ينفعلوش تنشيف. فهنا بقينا بنعمل له ايه؟ وده كويس يعني، بس انا طبعا غير مصرح ليا اقول اسامي، انت عارف. انما دي كنا بنعمل لها بوتوكس. بوتوكس ده حقن تحت الجلد بتنشفها. الجميل بقى السنه دي قالوا لنا ايه؟ هوبا بقى في دواء جديد. وطبعا مش هنطق، مش حقن. لا مش بوتوكس. مش بوتوكس. مش حقن. طب استاذ عبد المنعم لو يقدر يكلمنا ويتواصل مع الكنترول، وعلى فكره ويكون في اريحيه ان الدكتور يقول لك على العلاج بالاسم بعد الهوا ان شاء الله على طول. لان بص ميزتها هتستغرب، عمالين مناديل يعني كده، تطلع المنديل شيك كده، الدنيا خلصت وتنشف مده يوم واثنين وثلاثه. فاهم يعني يستخدم المنديل ده مره في اليوم او مره أو كل يومين. هم بيسموها اكزيلري هايبر هيدروزز وبالمر. اصل خد بالك ان يقول لك ده FDA ابروفد، حاجه غريبه يعني. ابروفد كده من اول قطفه كده. اصل صعب. FDA دول معروفين انهم صعبين قوي في الموافقه. قال لك FDA ابروفد دواء نمنع العرق، هوب بقى. عندنا في مصر ده موجود يا دكتور؟ انا عرفت انه ابتدى يدخل وداخل رسمي يعني. هيكون غالي بقى والله أكيد. الحمد لله لسه ما سالتش على سعره. استنى شويه. لا اصله مش راسه كده ممكن يبقى رخيص. انما هتستنى احنا على نهايه السيزون زي ما بيقولوا هينزل من المنتج ده كتير. انا متاكد باذن الله. طيب تساقط الشعر بقى يا دكتور، احنا قلنا على التفاعلي الوراثي. 30 ثانيه بقى فاضل. احنا بقى عشان ما نتلخبطش، تفاعلي قلنا هنعمل تحاليل. مورث، والمورث ده هي مامتها بقت الاقراص سيده الموقف في اللي هو التساقط اللي هو مورث. ده بنديهم حاجات بقى كتيره اللي هي والالدكتون محترمينه دلوقتي. هنقوله ده بالتفصيل قوي 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 المره الجايه يعني، علشان نمشي واحده واحده كده ما حدش يلخبط. ويكون الوقت كمان سعفنا بشكل كبير جدا. بشكرك يا دكتور والحمد لله على السلامه. شرفتنا ونورتنا. لا انا اتنورت بيك. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. وبشكر حضراتكم مشاهدينا على طيب المتابعه. نقابلكم بكره باذن الله وحلقه جديده من صباحك مصر.